الصناديق. نعم اخطأ الشيخ، وهو لا يتحدث الا باسم نفسه، وكل شيخ يقف هنا يتكلم باسم نفسه. ليس هناك من يتكلم باسم الاسلام، يتكلم باسم ما يعتقد وباسم ما يراه هو وباسم ما يعتنقه هو مما وراه. اما الذي يتكلم باسم الله عز وجل فهو امير المؤمنين خليفة المسلمين وغير موجود في زماننا. اقول لكل الصحفيين ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة في الصحف القومية، لماذا تهاجمون الاسلام والاسلاميين؟ نعم انا اسلامي من راسي الى اخمة قدمي، انا مصري من راسي الى اخمة قدمي، ولا نسمح ان يهان الاسلام او يهان المسلمون في ارض مصر، ولا نسمح ان يهان انسان على ارض مصر، مسلم كان او مسيحي او ليبرالي، لا نسمح ان يهان احد على ارض مصر. نحترم الجميع ونقدر الجميع. اما هؤلاء الذين يسمون انفسهم بالمفكرين، الذين يسمون انفسهم بالاعلاميين، نقول لهم اتقوا الله، لن تجلسوا على كراسيكم، لن تجلسوا على كراسيكم. اقول لجريدة الاهرام وللاخبار وللجمهورية وللاكتوبر ولكل الصحف، علمناكم وانتم تطبلون وتذمرون وتهتفون للحزب البائد للنظام السابق وللرئيس السابق. الا تفتحون على انفسكم؟ الا تفتحون على وجوهكم؟ الم يعد عندكم كرامة؟ الم يعد في وجوهكم دم؟ بالامس كنتم تمجدون فيهم واليوم تلعنونهم، اليوم تسبونهم، اليوم تظنون انكم تخدعوننا. لا والله ما زلتم ائمة النفاق، ما زال النفاق يقطر من دمائكم، ولن نرضى ولن نقبل وجودكم، فانتم جزء من النظام الفاسد الذي حدثت الملايين في ميدان التحرير وفي جميع انحاء الجمهورية. الشعب يريد اسقاط النظام وانتم جزء من النظام، وستسقطون قريبا شئتم ام ابيتم. نقول للمشرف الاعلى للقوات المسلحة ولرئيس وزراء مصر، جئنا لننزع هؤلاء، لنخلع هؤلاء في الصحف القومية كما خلع سيدهم من قبل، لنخلع هؤلاء من الصحف القومية ليذهبوا ويأكلوا على مائدة سيدهم ويقبلوا ايديهم. لا نريد منهم ان يهدونا، لا نريد منهم ان يمجدوا الثورة، لا نريد منهم ان يمجدوا الاحرار. رائحة النفاق زكمت انوفنا، رائحة النفاق زكمت انوفنا. لاول مرة نعلم ان للاحبار وللاقلام رائحة تفوق رائحة النتنة، زكمت الانوف وغطت ارض مصر. سنطهر ارض مصر، سنطهر ارض مصر من هذا النفاق، من هذه الاسرار، من بقايا هذا النظام. سنطهرها وستبقى مصر، ستبقى مصر كما كنا نهتف دائما، ايد واحدة. ستبقى مصر مسلم مسيحي ايد واحدة. ستبقى مصر يتظاهر فيها المسلمون الى جانب النصارى ليطالبوا بالحق للجميع، يطالبوا بالحق لمصر كلها. سيبقى المصريون يدا واحدة، فقد اجتمعنا ولم نفترق. لن تستطيع قوة مهما اوتيت من قوة ان تفرقنا. سيبقى مصر، ستبقى مصر وشعب مصر وجيش مصر يدا واحدة. لن ننقلب على جيشنا، لن ننقلب على جيشنا، فهو جيش الشرفاء، جيش الكرماء، الجيش الذي كان له كل عين في هذه الثورة المباركة، الجيش الذي صرح انه يحمي هذه الثورة ويحقق مطالب هذه الثورة. نقول لجيشنا يا جيشنا العظيم، من مطالبنا ان يطهر مسبيرو، من مطالبنا ان يطهر
اتحاد اذاعة وتلفزيون فقط، ولكن يطهر من كل فاسد، من كل رئيس قناة ومن كل رئيسة قناة كان لهم دور في الفساد، يطهر من كل مذيع ومن كل مؤذن كان له دور في الفساد، يطهر من كل البرامج التي تحض على كراهية مصر، التي تحض على افساد مصر. مصر الغد وليست مصر النهاردة، مصر الغد وبعد الغد وليست مصر النهاردة. البيت بيتنا وليس بيتهم. كل مذيع لبس سترة النفاق ولبس سترة الرياء، لن يسمح له ان يخلعها ويبقى في مكانه. هؤلاء الصحف، هذه الصحافة التي نشرت صور ميدان التحرير برئيس تحريرها، برئيس مجلس اداراتها اثناء الثورة، وكتبوا تحتها ميدان مصطفى محمود والمؤيدون لمبارك، لن نسمح لهم. ان الكلمة اذا خرجت لا تدخل مرة اخرى. لن نسمح لمن يسمي نفسه مفكرا، ولمن يسمي نفسه اديبا، ولمن يسمي نفسه اعلاميا وصحافيا ان يهدم وحدتنا الوطنية. والوحدة الوطنية في مصر ليست بين المسلمين والمسيحيين فقط، ولكن بين كل من يحمل جنسية مصر، بين كل من يفخر بانتمائه لهذه الجنسية. هؤلاء الاعلاميون الذين يتصيدون الكلمة التي تروق لهم وينسون الكلمات التي تسيء للمصريين جميعا، لن تبقوا في مكانكم. واذا وصل الامر الى ان نشعل ثورة اخرى قادرون على اشعالها، ولكن بجيشنا وبرئيس وزرائنا لن نحتاج الى ثورة اخرى. سيسمعون لنا وسيلبون لنا مطالبنا، لانهم يعلمون انها مطالب الحق، لانهم يعلمون انها مطالب الثوار، لانهم يعلمون ان الفساد هاهنا. ستبقى مصرنا وستبقى وحدتنا وستبقى روح 25 يناير بين اهل مصر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. جئنا هنا ايها الاحباب، جئنا هنا لنخبر المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولرئيس وزراء مصر، جئنا هنا لنخبرهم أن لا نرضى ولا نقبل أن يبقى الفاسدون في جامعات مصر. لا نقبل ولا نرضى لأبنائنا الطلبة الذين يعتصمون في كلياتهم وفي جامعاتهم، لا نرضى لهم أن يحكموا ويداروا من قبل رموز النظام. لن نقبل ولن نرضى بما حدث في كلية الإعلام. أتدرون من هو عميد كلية الإعلام؟ أتدرون من هو الدكتور سامي عبد العزيز؟ إنه المنسق والمنفذ والمخطط لكل الحملات الإعلامية لحسني مبارك، إنه المخطط والمنفذ لكل الحملات الإعلامية لجمال مبارك، إنه المخطط والمنفذ